من خلال تقديم العلاج وتقديم الأدوية للبدو والرحل. تتواصل مهام الكتيبة بتنزواتين من خلال دوريات بالعربات في اتجاه المناطق الحدودية، حيث كثيرا ما يصادفون المواطنين من سكان هذه المنطقة الحدودية. نشوفوا أصحاب الصحراء هنا ونشوفوا أصحاب التل هنا، نشوفوهم قاع هنا. رغم صعوبة المسالك يتقدمون بثبات وسط الكثبان الرملية والوديان، يتوقفون تارة للتمشيط وتارة للتفتيش حفاظا على أمن وسلامة أهلنا من البدو الرحل المنتشرين في هذه المناطق الحدودية. عند مرورنا ببعض السكان هرعت هذه الأم لتطلب نجدة الدورية لإسعاف ابنها المريض. يتدخل الطبيب المرافق للدورية في صورة تؤكد تواجد أفراد الجيش الوطني الشعبي إلى جانب المواطنين كلما اقتضت الضرورة ذلك في كل شبر من أرض الجزائر. هذا الطفل هذا عنده دركا عنده انتوكسيكاسيون، عنده دركا لا دياري مع السخانه ولا سنه ديك تبدد اساسا سواد، ولازم له دركا لازم نحولوه تنزواطين باش يتلقى العلاج تاعو. نحب نكون عسكري ونحمي بلادي الجزائر. وجهتنا التالية كانت منطقة جانات، حيث سحر الصحراء وجمالها مناظر خيالية تجعلها قبلة للسواح ولكل مغرم بالصحراء. صخور تعانق السماء ورسومات ما قبل التاريخ شاهدة على أن الإنسان جعل من المنطقة مهدا لحضارته منذ آلاف السنين. تعود البدايات الأولى لاعتماد الجيش الوطني الشعبي على فرسان المهاري إلى تاريخ إنشاء أول فيلق في شهر أكتوبر من العام 65 900 وألف بالناحية العسكرية الرابعة. اليوم يواصل هؤلاء الفرسان مهام ورثوها عن أجدادهم وآبائهم، وهي مصدر فخر واعتزاز لهم. كان لنا هذا الحديث مع هذا الشيخ المتقاعد من فرسان المهري وابنه الذي هو اليوم بدوره فارس مهر، وهي صورة لاستمرار المسيرة ووفاء لما قدمه آباؤنا لهذا الوطن. أنا حدمت كران السيزيام نرعد للشامو شاك واحد شاك دونهم إلى سون شامو عنده جمل تاعو الجمل تاعو، وندو فيها القربة نتاع الماء والسلاح نتاعنا والسميل وفارين نقعدوا ونديروا طرق بنفق نتأسوتينا لكم. المهنة هذه ورثها على الوالد الكريم، وصاني قبل ما نلقى تدريب في مركز تدريب المشاة بأفلو، وكي تخرجنا وجابونا نخدموا على مستوى القطاع زاد وصاني واش راكم ديروا كي تروحوا للصحراء كيفاه تخدموا وكيفاه ديروا في الميدان. وكاين في الليل كي نقعدوا نبركوا جمل ونحلوا دقيق ونغشنوا ونديروا المله ونديروا برقلاتاي. نعرفها الصحراء ان شاء الله، كاني مازال اماكن ما عرفتهمش وان شاء الله نبذل المجهود باش نعرفها. والطياره تفوت نيجي نسمعوها من تمنها اللي يجونا كوريا جيجين هذاك اللي دروك يمشي الكتريك درك احنا جيجين هاك بيدينا. شرف عظيم كي كان الوالد في ميهاريست كي تقعد ووصلت المسيره نتاعي. ووصلت في نتاعي قلت ما دام راك في النظام ماذا بيك تطبع، لان انسان يحلم بقلبه. كان جدي السيد الطوط هو مهاري من قبل، فرس المهاري بكري، وعاود مازال
ارتحلت مهاري حتى أنا، يعني بعد نحن موطني. استعمال الجمال في مثل هذه المناطق هو الطريقة الأنجع لبلوغ مناطق يصعب على العربات الوصول إليها، بالإضافة إلى أن هؤلاء الفرسان هم أبناء المنطقة، فأهل الصحراء أدرى بشعابها. تمتد هذه الدوريات لمسافة طويلة ولأيام عديدة، تتخللها عمليات مراقبة وتفتيش للمحاور التي قد يسلكها المهربون والمجرمون. في نفس هذه المنطقة تم إحباط محاولة إدخال كمية من الأسلحة في شهر جونفي المنصرم، حيث تصدى أفراد الجيش الوطني الشعبي لهؤلاء المجرمين، مثبتين ككل مرة أنهم هنا واقفون بكل عزم ووفاء. بينما يجوب فرسان المهاري المناطق الوعرة في قلب الصحراء، تقوم كتيبة المشاة المستقلة وبهذه العربات التي لا تكاد العين تميزها وسط هذه التضاريس لدقة امتزاج ألوانها بها، بدورية في مراكز متقدمة على الشريط الحدودي، وهي تشكل بذلك قوة ضاربة بمختلف مفارزها المنتشرة في هذه المنطقة على الحدود الجزائرية الليبية. هم يعملون ليلا نهارا، ينفذون برامج التحضير القتالي ضمانا لاستعداد قتالي دائم وفعال. أنا خدام هنايا في الحدود، مهما في أي بلاصة هنا ولا اللي في الشمال ولا في الجنوب ولا في الغرب ولا في الشرق، خدام هنايا، بلادي بلادي. تنفذ الكتيبة مهام مشتركة مع القوات الجوية وحرس الحدود ضمن عمل منسق، فمثل هذه التضاريس تتطلب تضافر كل الجهود لتأمين حدودنا البرية. تمثل الحوامات سلاحا فعالا في مثل هذه المهام، إذ سجلت الحوامة حضورها في كل المحطات التي توقفنا عندها خلال جولتنا هذه. يمكن للحوامات الوصول إلى مناطق بعيدة في وقت قياسي، والقيام بعمليات إنزال للأفراد في عمق المناطق الصحراوية. طيارون اليوم يملكون من الخبرة ما يؤهلهم لأداء مثل هذه المهام في أصعب الظروف. ننقلكم الآن إلى مدينة الواد، مدينة الألف قبة وقبة. بمركز الكشف والمراقبة التابع لقوات الدفاع الجوي عن الإقليم، وقفنا على مدى جاهزية الأفراد والعتاد لتنفيذ مهام المراقبة الرادارية للحركة الجوية، بالإضافة إلى مهام أخرى تصب كلها في الحفاظ على سلامة أجوائنا الوطنية، وذلك بالتنسيق مع باقي تشكيلات الجيش الوطني الشعبي. خلال جولتنا هذه كانت لنا هذه الوقفة القصيرة مع فرقة الدرك الوطني ومصالح الجمارك الجزائرية. الصحراء كيفاه والفاعي والعقارب والسخانة واسمه، دوكا يبرد شوية الحالة، بصح السخانة العقارب والفاعي واسمه ربي يعينهم، وهذا مقدم المستوى أكثر من المجهود تاعهم. بينما تقوم سرية المشاة المستقلة بدورية نحو إحدى المناطق الحدودية، ودون سابق إنذار، وفي لحظات تبدأ عاصفة رملية. رغم غضب الطبيعة وقساوتها، يتقدم أفراد الدورية للقيام بمهامهم، فيشرعون في تفتيش إحدى بساتين النخيل التي قد يشغلها المهربون أو المجرمون في أعمالهم الجبانة. رانا تو العسكر هذا هو اللي حافظ على البلاد، حافظ على البلاد، وحنا كنشوفوهم ذات نزيدوا نريح. رانا في منطقة يوجد فيها الصبر بزاف، وخاصة تخرج اللفعة والعقرب في الليل، ورانا نكافحوا في الإرهاب والمجرمين وجمع التهريب هذو، والحمد لله ما تحبسنا لا عقرب لا لفعة، رانا مازلنا نخدموا في بلادنا وهذه بلادنا. تستمر العاصفة الرملية، ويستمر هؤلاء الرجال في تنفيذ مهمتهم، فالوطن وطنهم والأرض أرضهم، ووفاؤهم لها هو بعدد حبات الرمل الطاهرة التي تدروها الرياح على أجسادهم. في هذه المنطقة من الحدود الجزائرية التونسية
يحضر حرس الحدود في إحدى المراكز المتقدمة لدورية مترجلة هدفها رصد التحركات على الشريط الحدودي وإقامة نقاط مراقبة متقدمة. في حالة رصد أي تحركات مشبوهة يقوم هؤلاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وإيقاف كل حركة تهدف إلى المساس بأمن وسلامة حدودنا، وكذا حماية الأشخاص والممتلكات داخل المناطق الحدودية. هذه الدورية تدخل ضمن المهام العادية اليومية لوحدات حراس الحدود من أجل تأمين الشريط الحدودي. في مكان بعيد آخر وعلى نفس الشريط الحدودي الرابط بين بلادنا والشقيقة تونس، أفراد حرس الحدود يقومون بدورية بالعربات وسط هذه الكثبان الرملية. وجودهم في الميدان ضمان لسلامة حدودنا ومبعث للإطمئنان والراحة في قلوب سكان المناطق الحدودية. الهدف من هذه الدورية هو القيام بعملية تمشيط أو مراقبة المسالك المتواجدة على الشريط الحدودي، القيام بنقاط الملاحظة اللي نرصد بها جميع التحركات في الإقليم. رؤوسنا مرفوعة وراهم يخدموا في خدمة جبارة يعني فوق اللازم، يعني خدمة جبارة بالبيع. راه منين تمشي متيمن راسك مرفوع من الحدود شرقه وغربه. على صور هذا الغروب الرائع لشمس صحرائنا يواصل أفراد حرس الحدود مهامهم بكل تفان، فيما نواصل نحن رحلتنا إلى نقطة أخرى من حدودنا الجنوبية. وجهتنا الآن مدينة ورقلة، حيث أفراد الجيش الوطني الشعبي وكعادتهم في كل مكان من ربوع هذا الوطن جاهزون دوما لصد كل محاولة من محاولات المجرمين والمهربين ومنعهم من تنفيذ أعمالهم الجبانة، فهم هنا أيضا واقفون وسط هذه الكثبان الرملية وتحت حرارة شمس حارقة صيفا وبرودة جو قاسية شتاء، يتحركون في اتجاه المعابر والمحاور الوعرة معتمدين على خبرتهم ومعرفتهم بالصحراء، مستعملين التجهيزات المتطورة المتوفرة لديهم، يقتفون الآثار ويتعقبون المهربين والمجرمين ويتربصون بهم في كل مكان وفي كل وقت. المهام تاعنا دائما تصب في اعتراض هذه الجماعات الإرهابية أو الجماعات المهربين اللي تنقل من خارج الحدود الوطنية وخاصة دول الجنوب في اتجاه الشمال. مفارز المغاوير بالقطاع العملياتي بورقلة جاهزية واستعداد دائمين لحماية المنشآت الاقتصادية الكبرى، كما هو الحال بحاس مسعود، حيث يقومون بدوريات متواصلة ليل نهار دون توقف. هم جاهزون أيضا للتدخل في مناطق أخرى بعيدة في عمق الصحراء بفضل تدريبهم المميز وعزيمتهم وإيمانهم بأن هذا الوطن يحتاج جهد كل أبنائه الأشراف. وشعارهم ما رانا هنا، هذه رانا ساكنين هنا، رانا قاعدين هنا. نعم، إنهم هنا وفي كل مكان من أرض الجزائر واقفون وعلى سلامة حدودها سائرون، ليلا ونهارا، صيفا وشتاء، في صورة لوفاء لا حدود له. نغادر مدينة ورقلة إلى وجهة جديدة ستكتشفونها في الجزء الثاني من رحلتنا هذه على الحدود الجنوبية، حيث تركنا أفراد الجيش الوطني الشعبي يواصلون مهامهم في مختلف المناطق التي زرناها. سلاحهم العزيمة وحب الوطن، هاماتهم لا تنحني ووفاؤهم بلا حدود.